السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن بتاع محلات الألبان، يعني الوش المكرمش، القوام الكريمي، وده كمان بعد ساعتين بس في التلاجة. يعني لو سبناه مدة أطول وشه هتكرمش كمان عن كده. نسمي الله. في حلة معايا نزلت بنص كوباية من الرز اللي معايا مغسول بس. هنزل عليه ب2 كوباية ونص من المية بدرجة حرارة الغرفة. هدي تقليبة كده للرز مع المية وهسيبه كده لحد ما يغلي. هغطي عليه وهسيبه يكمل تسوية على نار متوسطة، وبعد كده ما يشرب المية الموجودة عليه ويبقى بالشكل ده، في الوقت ده كده الرز معايا استوى سوا كامل. في الوقت ده نزلت كده بكيلو من اللبن الفلاحي، وبدأت إن أنا أقلب الرز مع اللبن اللي أنا حطيته وهسيبه كده لحد ما يغلي. ونزلت في الوقت ده بباكت من الفانيليا، بيديله ريحة جميلة وطعم أجمل. في الوقت ده كمان هانزل ب2 معلقة كبيرة من الزبدة. تقدري تستخدمي 2 معلقة كبيرة من القشطة أو 2 معلقة كبيرة من بودرة الكريم شانتيه. في الوقت ده كده هقلب اللبن بتاعي. في الوقت ده بدأ إن هو هيغلي وهسيبه كده معايا. وهنزل دلوقتي السكر نزلت بيه آخر حاجة، علشان السكر بيساعد إن الرز يلتصق في قاع الحلة، فعلشان كده باحط السكر في الآخر. في الوقت ده كده وبعد السكر ما داب، في ربع كوباية من المَيّة هانزل كده ب2 معلقة كبيرة هرمية من النشا أو الcorn flour. هاقلب كده النشا مع المَيّة لحد ما يدوب تمامًا بالمعلقة كده. وفي الأول بيبقى تقيل شوية، بس بعدين بيدوب وبيبقى زي الفل زي ما انتم شايفينه معايا. هانزل بيه كده على الخليط بتاع الرز باللبن، وهانزل بيه على مرتين مع التقليب. وطبعا النار معايا في الوقت ده متوسطة، وهفضل كده أقلب حوالي 10 دقايق. وبعد 10 دقايق من التقليب على نار متوسطة، ده هيكون قوام الرز بلبن بتاعي. في الوقت ده أنا طفيت عنه النار، وده الكاسات بتاعتي اللي أنا هحط فيها تكون جافة تماما. وهابدأ إن أنا كده بالمجرفة إن أنا أقلّب كده الرز باللبن، وأبدأ إن أنا أغرف كده في الكاسات. وممكن تحطّي في أطباق أو أطباق استخدام المَرّة الواحدة، أي حاجة أنتِ تفضّليها. وده بعد ما غرفت كده الكاسات بتاعتي، شايفين ما شاء الله قاع الحلة مش لازق فيه أي رز خالص. وده علشان حطينا السُكّر في الآخر، لأن السكر بيعمل على التصاق الرز في قاع الحلة. وده شكل الكاسات كده. بعد ما غرفتها كلها هسيبها تبرد على الآخر، هسيبها تبرد تماما، يعني مش هتكون دافية ولا سخنة. يعني هسيبها كده معايا على الرخامة لحد ما تبرد. وبعد ما تبرد بالبلاستيك راب كده، وهبدأ إن أنا أغلفها من فوق قبل ما أدخلها التلاجة. ولو استخدمتِ أطباق لها غطيان، تقدري تستخدمي الغطا بتاعها في تغطية الطبق أو الكاسة بتاعتِك. بس أنا الكاسات بتاعتي ما لهاش غطيان، فعشان كده استخدمت البلاستيك راب. في الوقت ده كده هادخّلها التلاجة وهاسيبها معايا 7 ساعات. بس أنا ما صبرتش عليها برضه الوقت ده كله، أنا طلّعتها بعد ساعتين بس، وده كان شكلها. تعالوا كده نكشفها مع بعض. ما شاء الله شايفين الوش ما شاء الله كرمش. وكمان لو سِبناه كمان وقت أطول من كده، الوش كمان هيكرمش كمان عن كده. كل ما نسيبها كل ما الوش يكرمش أكتر. في الوقت ده كمان تعالوا كده أمّا نشوف البلاستيك الغذائي كده مش عامل أي بخار كده، علشان طبعًا إحنا سِبنا الكاسات بتاعتنا تبرد على الرخامة على الآخر. في الوقت ده حطيت كمان شوية كده من المكسرات على بعض الأطباق، اللي هو شوية من جوز الهند، شوية من الزبيب، وشوية كمان من الفستق الحلبي المفروم. وده شكل كده الأطباق اللي أنا كمان سِبتها سادة. ما شاء الله وِش مكرمش جميلة. طب تعالوا كده مع بعض نشوفها كده من جوّه. قوام كريمي ما شاء الله، طعمها كده حاجة كده من الآخر. إن شاء الله مش هتفرقيها عن اللي أنتِ بتجيبيها من برّه. أتمنى يكون الفيديو عجبِك، ويا ريت لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيِك في التعليقات.
وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.